ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. مصري حصل على فيزا البحث عن عمل من احد المتابعين او من احد اخواتي، لان كلكم اخواتي. المهم انا في مصر وعملت العمليه الحمد لله رب العالمين. بشكر كل الناس اللي كانت بتدعي لي، ربنا يبارك لكم وربنا يرزقكم وربنا يديكم الصحه. ولكن انا فرحان جدا لان في واحد مصري كان شاف الفيديوهات اللي انا كنت عملتها بتاعه فيزا البحث عن عمل. هي فيزا من غير فلوس خالص، كنا شرحنا الطريقه بتاعتها في اكتر من فيديو. انا دلوقتي في القاهره وهطلع على المنوفيه عشان نشوف تجربه حقيقيه، لان الاستاذ اللي حصل على فيزا البحث عن عمل هو ساكن في المنوفيه. طبعا المنوفيه بعيده جدا، ولكن انا هروح عشان خاطر الكل يستفاد ونشوف هو عمل ايه وايه الاجراءات، لان في ناس تقول لك ايه مفيش حد خد فيزا البحث عن عمل. فهو لما تواصل معايا بصراحه انا قلت له انا جاي لك. الراجل رحب طبعا وقال لي يا مرحب بيك ويا اهلا وسهلا وتحياتي للمنوفيه. وعشان ما نضيعش وقت يلا بقى نروح على المنوفيه ونشوف الراجل ده عمل ايه ونتكلم في كل التفاصيل عشان الكل يستفاد. اولا هو مش حابب يطلع وليه كل الاحترام وكل التقدير، ولكن هو دلوقتي هيحكي لنا ويقول لنا خد فيزا البحث عن عمل ازاي، ومن اول يعني زي ما بيقولوا كده ايه، من الالف للياء، من اي تو زد. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يخليك. الف مبروك على الفيزا. الله يبارك فيك. عايزين بقى نعرف الناس اللي هي بتقول لك ايه بقى مفيش فيزا بحث عن عمل، الكلام ده كده، الكلام ده مش عارف ايه. طبعا في ناس كتير اتواصلت معايا من تونس برضو والمغرب والجزائر وعرفوا ياخدوا مواعيد. اول حاجه انت خدت الميعاد ازاي؟ اولا انا دخلت مليت الاستماره. اما شفت الفيديو بتاعك الاول خالص دخلت مليت استماره التدريب المهني IFBI. تمام. وكتبت المهن وكتبتها، بس اكتبها مظبوطه يعني ما غلطش في حاجه ولا كده، ورقم الجواز والبيانات، واخترت 5 مهن. واخترت 3 مهن بعديها. انا خدت الميعاد، قدمت في شهر 11 قعدت ادخل على الVFS. مفيش مواعيد. VFS جلوبال مفيش مواعيد. القاهره واسكندريه. تنيت قاعد يومين 3 ايام متواصلين. احدث في الموقع، احدث لحد ما لقيت ميعاد فتح معايا على 22/12. يعني قعدت 3 ايام انت قاعد ماسك التليفون لحد ما مستني ان بس يجي مواعيد عشان تلحق تحجز. حجزت في شهر 12 معاك لحد ما فتح معايا وحجزت معاك. فتح معاك. يعني اللي انا عاوز اقوله فضلت متابع. انت حاطط الموضوع في دماغك وقدمت 3 ايام لحد ما لقيته فتح. رحت حاجز على طول. رحت حاجز. طيب يعني مبدئيا الناس اللي بتقول احنا مش عارفين ناخد مواعيد، انت مهتم وعاوز فيزا البحث عن عمل، لازم تقعد لها كده ماسك التليفون وكل شويه تخش تقعد تشيك. انت بقى في مصر، انت في تونس، انت في المغرب، انت في الجزائر، طبعا لو في السودان طبعا بتيجي مصر، لو انت في ليبيا برضو بتروح تونس بتشيك. السوريين بيجوا مصر. السوريين برضو اخواتنا بيقول لك اهو بيجوا برضو مصر، بياخدوهم من مصر. فانت برضو ايه اللي انا عاوز اقوله لك، ان انت طالما قدمت خش بقى. لو انت من مصر كل شويه تخش على الموقع بتاع السفاره بتاعت البرتغال في مصر او الموقع بتاع VFS جلوبال، تلاقي ميعاد احجز. محتاجه تعب شويه، فدي كانت اصعب حاجه بالنسبه للناس اللي مش عارفه تاخد مواعيد. عايزين نعرف بقى ايه من اول ما ربنا كرمك وبدات تقدم على فيزا البحث عن عمل، خطوه بخطوه كده. عاوزين نعرف الناس ايه الحاجات اللي انت عملتها بالظبط. اول حاجه جواز سفر ساري. ماشي. تمام. وصورتين يكونوا 3.5 في 4.5. تمام. لان موضوع الصوره ده بعد ما قدمت اوراقي لقيت السفاره بتتصل عليا 3 مرات ما ردتش عليهم. كانوا اتصلوا الصبح الساعه 9 كنت نايم. بعد ما خدت الميعاد اتصلوا بيك ولا قبل ما تاخد الميعاد؟ بعد ما قدمت الاوراق. اتصلوا عليا قالوا لي الصوره ديت مش واضحه. مش السفاره ما اتصلت ما ردتش. لقيت الVFS بعد الدور بيتصلوا عليا 3 مرات. VFS جلوبال اسكندريه بيتصلوا عليا قالوا لي الصوره مش واضحه. والسفاره طالبه ايه؟ صوره ثانيه. قلت لهم طب اصور صور ثانيه بمواصفات معينه واجيبها لكم. قالوا لي لا ده هم عايزين صوره يعني تعالى هنا وهنصورك وهنبعتها لكم. تمام. يعني المشكله كانت في الصوره ما كانتش واضحه يعني. لا انا عايز اعرف انت عملت ايه من اول ما قدمت على VFS جلوب قبل ما تقدم على الفيزا. اول حاجه عملتها AFB اللي هي التكوين بالزبط. المهني او مكتب العمل او مكتب الشغل في البرتغال. اللي هي دي من قبل ما احجز معاك كنت عاملها. ايوه ما احنا عايزين من الاول. تمام. انت دلوقتي اول حاجه عملتها قدمت على AFB.
تمام. جالك الرد الالكتروني. تاني يوم جالي الاستماره على الايميل. حلو. بعد كده بقى كنت خدت الميعاد وبدات اجهز فوري. اخدت الميعاد مع ازاي؟ اخدت الميعاد بتاع الفي اف اس. انا عملت الاستماره الاول وبعدين خدت الميعاد. يعني انت الاول عملت الاستماره. اول ما شفت الفيديو بتاعك قلت مالي الاستماره. حلو. بعديها بتاعت اف اس اللي هي اف بي. حلو. بعديها رحت حاجز معاه في في اف اس جلوبال. حلو. تمام. بعدها بقى بدات اجهز الاوراق. ايه ده هي الاوراق المطلوبه؟ جواز سفر ساري. 2 صوره شخصيه. 2 صوره شخصيه. فيش جنائي مترجم ويكون حديث. فيش جنائي مترجم ويكون حديث. طبعا لاي دوله يا جماعه الكلام دوت. فيزة البحث عن عمل لاي دوله، في مصر، في تونس، في المغرب، العراق، عشان ما انساش اي دوله عربيه. استماره الموافقه من التدريب المهني. استماره الموافقه اللي هي جات لك بالرد اللي هو الالكتروني اللي انت بعتها على الاي اف بي وجالك الرد اللي هي اول ورقه انت بعتها قبل ما تحجز معاك في اف اس جلوبال. دي الاوراق المطلوبه اللي هتروح بيها. كشف الحساب ما يقلش عن 2800 3000 يورو، بس يكونوا خارج الحجوزات. معاك 3000 يورو هناك خارج حجوزات الطيران والفنادق. كشف حساب لا يقل عن 3000 يورو او 2800. حط 3000 يورو. طيب خارج الحجوزات والفنادق. كان بينزل لك راتب في كشف الحساب؟ لا ما كانش فيه. يعني كلامنا كان صح. لا ان انت عندك كشف حساب مجرد بس في المبلغ. بس كان في حركه برضه. كان في حركه. ولكن ما كانش بينزل لك راتب. تمام. يعني مش مضطر ان انت ينزل لك راتب، اهم حاجه يكون فيه المبلغ. طيب نبهتني لحاجه، قلت لي لازم يكون الفلوس دي خارج الحجوزات الطيران والفنادق. الطيران والفنادق لمده 4 شهور. الطيران ذهاب وعوده. والطيران ذهاب وعوده. حلو. والفنادق تكون محجوزه 4 شهور. حلو. انت بقى عملت حجز مؤكد ولا عملت حجز وهمي من على بوكينج؟ حجز وهمي من على بوكينج مؤكد قبل الالغاء قبلها بيوم او يومين. يعني عملت الحجز مؤكد. الفنادق من على بوكينج. الطيران كنت عامله من على كوانتم. الفنادق من على بوكينج. 4 شهور. تمام. كان هوستل ولا كان فندق؟ الاول كنت عاملها غاليه، كنت عاملها فندق. حلو. في الاول فندق يعني غرفه لوحدك. هوستل يا جماعه بيبقى سكن مشاركه. فكان غالي، فكانت الحجوزات كلها عامله 140,000 جنيه. كتير طبعا. فكان عملت لي مشكله بعد كده في الموارد الماليه وبعدين عدلتها تاني يعني. تمام. عدلت للهوستل بقى. وحجز طيران. ايوه. كل ده كان مؤكد ومش مؤكد. مؤكد قبل الالغاء يعني. هو مؤكد عشان يعني هو يعني بتعمل حجز مبدئي بس ما بتاكدش الحجز، ما بتدفعش. بتعمل بفيزا بس الفيزا ما بتسحبش غير يعني بتقدم الفيزا بتاعتك بس ما بيخصمش حاجه منك. لا ما خصمش حاجه. تمام. بس هو عايز يقول لك ايه بقى الاستاذ محمد؟ عايز يقول لك ان انت لو انت عندك مثلا فلوس في البنك بما يعادل 2800 يورو او 3000 يورو، هو عاوز يقول لك ايه؟ ما تخليش الحجوزات اعلى، لان هو كده على بالهم ايه؟ ان انت الفلوس اللي انت حاططها من ضمن الحجوزات، فانت احجز قليل عشان خاطر يبقوا عارفين ان الفلوس اللي في البنك دي هي اللي هتصرف بيها هناك. صح كده قصدك؟ مظبوط. تمام. ممكن نشوف برضو الجواز برضو عشان خاطر الناس تشوف التأشيرة. نداري وشك. 21/5/2023 21/5/2023 حد 17/9/2023. هنا بقى ده اللينك ده اول ما بيحصل على عقد عمل بيروح وبيتحدد له موعد في خلال ال4 شهور دول، اللي هو اللينك ده. تمام. عشان خاطر الناس اللي ما شافتش فيزة البحث عن عمل، الاستاذ محمد هو مشكور بيوريها لكم بتبقى عامله ازاي وبتبقى مدتها 4 شهور. طيب نكمل بقى يا باشا. الابلكيشن بتملي اللي انت بتملي فيه بياناتك بتملي بالقلم مش كمبيوتر. حلو. بس في حاجه قبل الابلكيشن اللي هي بتاعه مكتب العمل او مكتب الشغل اللي انت قدمت فيها بالكمبيوتر وجات لك. كنت كاتب مهنه ايه؟ لان انا عارف في ناس هتسالني. كنت كاتب شيف. حلو. وبارتندر بار. شيف فيكري اللي هو مخبوزات ومعجنات، وشيف سوفت. حلو. وريسبشنست. يعني في مجال السياحه. كله في مجال السياحه. كلها في مجال السياحه. 5 حاجات. 5 كانوا في مجال اللي انت اخترتهم، اللي هي يا جماعه اللي انت اساسا بتبعتها وبيجي لك الرد ايه؟ الكتروني. طيب حلو. كتبت بقى في الاستماره نفس الكلام ده ولا كان في تغيير؟ عشان كنت بنبه برضو الناس اللي يكتبوه هنا. المهم تجيب خبره
في مهنه معينه بس نفس ما دي اللي انا لسه جاي لك فيها. نفس السنين اللي انت كاتبها، اللي انت كتبت مثلا 6 ل 9 سنين تجيب له 6 9 سنين. يعني شهاده الخبره يا جماعه تكون مطابقه لعدد السنين اللي انت يعني قلت ان انت مثلا عندك خبره 5 سنين هتجيب شهاده خبره 5 سنين، عندك خبره 7 سنين يبقى شهاده خبره ب7 سنين، مش تكتب بقى عندك خبره 15 سنه وتجيب لي شهاده بايه ب3 سنين ولا ب4 سنين. يعني هو عايز يقول لك ايه؟ ان لازم تكون مطابقه للي انت هتكتبه. تمام يا استاذ محمد؟ تمام يا باشا. وعندك كمان طبعا بتصور الشهادات والترجمه، لو انجليزي هتقدمها على طول، لو انجليزي هو مسموح لك تقدم باللغه تترجمها؟ طيب وثقتها من وزاره الخارجيه؟ لا مفيش خارجيه. ما وثقتش وزاره الخارجيه؟ لا. طب ماشي حلو. يعني كانت الورق شهاده المؤهل بس بتاعتي ما كانش ضروري كمان. شهاده المؤهل. انت خريج ايه؟ خريج سياحه وفنادق، بكالوريوس سياحه وفنادق. ايوه تمام. وما وثقتش غير الشهاده بتاعتك؟ هي كانت متوثقه قديمه، انا لما متوثقه من الاول ما كنتش موثقها. حلو. طيب شهاده الخبره كانت مترجمه وما كانتش برضو موثقه. شهاده الخبره كانت اصلا انجليزي اساسا. انجليزي. بس كان في واحده عربي ترجمتها. ماشي ترجمتها. ترجمه بس، مكتب ترجمه عادي. ومختومه بمكتب الترجمه بس. طيب تمام. يعني شهاده الخبره ممكن تعملها في مكتب الترجمه، بيقول لك مش محتاج ان انت حتى تترجمها من الشركه اللي انت فيها وبتاع. دي برضو حاجه جديده. التامين الطبي طبعا في امان، بيبقى على الجواز. تامين على الجواز. رحت عملته، ما كانش على الجواز عندي، فرحت دفعت 300 جنيه وعملته في الجوازات، اللي هو بيديني 3 شهور. 3 شهور تامين سفر. تامين سفر. يبقى كده كمان تامين سفر. اكتبوا يا جماعه الحاجات ديت. فاحتجت كمان شهر، دخلت على شركه اكسا، عملت كمان شهر، انا عايز 4 شهور. صح. اشتريت من اكسا كمان زودت شهر كمان. شركه اسمها ايه؟ شركه ايه؟ اكسا. دي هنا في مصر؟ اكسا دي شركه عالميه من على النت بتحجز عليها. شركه عالميه اسمها اكسا. اعملوا سيرش عليها وممكن تعمل عليها ال4 شهور. هو حجز 3 من شركه وحجز شهر من شركه تانية، فانت برضو لازم يكون برضو كل حاجه اربط بيها 4 شهور. الفلوس اللي هتبقى في البنك هتقعد 4 شهور، لان التاشيره لما بتاخد 4 شهور وبتقدر تمدها كمان شهرين. لسه هنساله على الموضوع دوت. المهم خلينا نشوف الاوراق. وفي كمان طلب استعلام السي في، ورقه كده بتطبعها من على الموقع. تكتب فيها مثلا انت هتدخل هنا اسم كذا 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 من مصر. والورقه دي موجوده على الموقع. اسمك بتبقى فيها بيانات، بتبقى تكتب فيها اسمك وجنسيتك. حلو. وهتدخل انت تاريخ الدخول، وتاريخ الدخول اللي انت كاتبه في الابلكيشن اللي انت هتسافر عليه. تاريخ دخول. انت عايز تسافر امتى؟ وعاوز ترجع امتى؟ وتصين توقع نفس التوقيع اللي في الجواز السفر. بعد ما تكتب انا مسافر امتى وهرجع امتى، ووقع نفس التوقيع بتاع الجواز. هي بتبقى بالبرتغالي بس بتكتبها جوه البيانات، بتكتبها انجليزي. مفيش عربي يا جماعه، انجليزي. حلو. والورقه دي. واهم حاجه بقى ايه؟ خطه البحث. اهم حاجه خطه البحث. انت هتروح تعمل ايه هناك؟ خطه البحث دي بتكتبها على الكمبيوتر. على الكمبيوتر. تمام. تقول هتعمل ايه وهتروح فين. ان انا هنزل انت عملت ايه؟ انا كتبت بقى ايه؟ كتبت ان انا هنزل مثلا في كنت مثلا حاجز في 3 مدن. حلو. قلت انا هنزل في المكان المدينه الفلانيه مثلا، عشان لشبونه مثلا، بورتو، عشان بستهدف كذا وكذا وكذا وكذا. في المطاعم وفي الفنادق اول ما انزل المطار اشتري سيم كارد. دي خطه البحث. اشتري سيم كارد يكون في انترنت عشان اعرف ايه، اتواصل مع شركات التوظيف واتحرك اول ما انزل المطار. ده كل ده كتبته؟ ده كله انا كاتبه. اول يوم هسافر هاخد هشتري شريحه تليفون وانترنت عشان اقدر اتواصل مع الشركات، مع شركات التوظيف وكده. ده الخطاب اللي بيتكتب يا جماعه. خطه البحث عن عمل. لازم تكتب خطه البحث. غير كده كمان ان انا معايا السي في وطبعه، وان انا هروح اسلمه باليد والف على الفنادق والمنتجعات السياحيه في المدن اللي انا مستهدفها، اللي هي مدن سياحيه اساسا. انت عملت سيرش، عملت بحث بالزبط. عن البرتغال، عن اهم المدن السياحيه وكتبتها، وقلت ان انت هتروح تدور على شغل في الاماكن دي. بالظبط كده. وان انت عملت سي في تمام ومطبوع عليه صورتك. بالظبط كده. ايه تاني؟ اهم حاجه برضه الواحد يكتب ان هو هينزل في فندق ايه وهيصرف ايه. يعني كتبت ان انا هنزل في فندق اسمه كذا وعنوانه كذا وتليفونه كذا، ده كله بينكتب في الخطه. ولازم وهصرف كذا في اليوم اكل وشرب. والليله هصرف مثلا كام، بدفع كام في الليله.
وهصرف مواصلات قد ايه، او هشتري كارت مواصلات. كارت المواصلات مثلا ب 40 يورو، ب 40 يورو، او هصرف في الشهر مثلا. ده كله بكتبه. مثلا كان معايا 3 مدن، نفس الكلام كده، كل فندق اكتب فيه ان انا اصرف فيه كذا وكذا وكذا، واكل بشرب بكذا واشرب كل حاجه شارحها بالظبط، كل حاجه بخطواتك بالفلوس بالظبط. هم عايزين كده، هم عاوزين كده. طب في سؤال انا بقى ممكن ناس كتير برضو تساله، بتكتب نفس الفنادق اللي انت حجزتها في البتاع، ولا ممكن تكتب في الخطه ديت فنادق تانية او هوستل تاني؟ لا، نفس الاماكن اللي انت حاجز فيها بعنوانها بارقام تليفوناتها، بنفس الاماكن الاماكن اللي انت كتبتها في الاول بالظبط كده، بترجع تكتبها تاني في الخطه. يعني تركز لو انت حاجز في فندق كذا، او في مثلا هوستل كذا، او في اي حاجه، ان انت تكتب نفس الاسامي. زي كده يا جماعه برضو حجوزات الطيران تكون مطابقه لحجوزات اللي هي بتاعه الهوستل. يعني الطيران مطابق، التواريخ دي مهمه جدا مهمه جدا. يعني حطوا في دماغكم اللي ان الملف بتاعكم بيتراجع وبيتقري. اول ورقه بتاعه الاي اف بي ده كمبيوتر اللي بيرد عليه، انما لما بتقدم الملف والاستماره ده قنصل هو اللي بيراجع الورق بتاعك. اوكي، وبعدين في ورقه كمان كده بتبقى على الموقع فيها مربعات كده، المتطلبات. الورقه دي باخدها فاضيه والموظفه هي اللي بتكتبها، او الموظف دي بتطبعها من على بتطبعها ورقتين من على الموقع نفسه، من على الموقع بتطبعهم، بتروح بيهم بيبقوا مع الاوراق معاك، وهي بقى بتكتب مثلا معاك فيش، بتروح معلمه اللي هي موظفه الفي اف اس جلوبال. كل ده انت لسه ما خدتش موعد، انت كل ده بتقدم على الورق لسه. حلو جدا، ما رحتش هناك. حلو. بتاخد الورقه دي برضه تطبعهم وتسيبهم فاضيين. عندك كام سنه معلش عشان برضه اقول للناس، عشان في ناس بتقول لك 39 سنه. 39 سنه يعني في ناس كمان عندها 40 سنه وخدت فيزا البحث عن عمل، مش مرتبطه بسن. تمام. ايه الورق الداعم اللي انت حطيته ولا ما حطيتش؟ لا، الورق الدعم انا ما حطيتش اي اوراق. هو الاوراق دي اللي انا اللي هم طلبوها مني رحت مقدمها بالظبط. حلو. وكشف الحساب بتاعي كان في مبلغ حوالي 135,000. بعدها شهرين كده جالي مكالمه من القنصل، كلمني غاب يتكلم بتاع 10 دقايق. متجوز وبيسالني على، بيسألك متجوز عندك عيال، دخلك ايه، شغال ايه دلوقتي. الكلام كان بالانجلش طبعا، كله انجلش. تمام. هو في الاول بيتكلم كلمتين عربي، وبعدين يقول له بيتكلم انجليزي، بتقول له هاي، بيكلمك انجليزي. كانت المكالمه حوالي بتاع 9 دقايق 10 دقايق. 9 دقايق 10 دقايق يعني لازم تكون بتعرف تتكلم. دي كانت المقابله، ما رحتش انت السفاره؟ لا، ما رحتش. قبل ما تحجز الموعد ولا بعد ما حجزته؟ لا، بعد الموعد، بعد ما قدمت الورق. بعد ما قدمت الورق بشهرين. بعد ما قدمت الورق بشهرين جات لي المكالمه. جات لك مكالمه وكنت لسه ما خدتش موعد؟ لا، لسه ما خدتش موعد. لا، القنصل كلمني بعد ما قدمت الورق في الفي اف اس بشهرين. يعني انت اول حاجه بقى، انت كالسنه بقى عشان انت لخبطتني. يعني انت اول حاجه بعد ما جالك اللي هي الاي اف بي، الورقه بتاعت الالكترونيه اللي انت بعت بيها وجالك بيها الرد، تمام، انت حجزت موعد. رحت حاجز موعد بقى، غبت 3 ايام وحجزت الموعد. حلو. الموعد ده كان بعدها بشهر. الموعد ده كان بتاريخ كام؟ كان بتاريخ حوالي قول 25/12. وجالك بعد شهر؟ ما لا، انا حجزت في 11. حلو. الموعد كان في 25/12. 25/12. تمام. حلو. وامتى بقى استلمت بعد ما قدمت القصه دي ايه تاني قدمته الاول؟ 25/12 رحت مقدم ورقي داخل في الفي اف اس. 25/12/2022. حلو. 25/1 25/2 القنصل اتصل عليا. 25/2 القنصل اتصل عليا. حلو. تمام. مكالمة 10 دقايق. طبعا هي الأسئلة العادية، أنت شغال فين؟ سافرت قبل كده؟ طب دخلك إيه؟ عندك متجوز؟ ما عندكش دخل تاني؟ قلت له أنا دلوقتي مش شغال، أنا عامل مشروع. المشروع بيدخلك قد إيه؟ وكنت بتاخد قد إيه قبل كده؟ الأسئلة العادية يعني ديت. وقال لي خلاص. قلت له طب هترد عليا إمتى؟ أنا بقالي شهرين دلوقتي. قال لي خلال شهر هيكون القرار طالع. في خلال شهر؟ في خلال شهر. هو قال لي كده. تمام. بعدها ب 10 ايام لقيتهم بيتصلوا عليا في السفاره، تعالى امضي شويه اوراق. بعدها بشهر؟ موظف مش بشهر. بعدها ب 10 ايام. بعدها ب 10 ايام. 10 ايام. تعالى وقع على الاوراق. على اوراق ما اعرفش اوراق. رحت مضيت على اوراق، قال لي اسباب رفض. رفض ليه؟ اداني ورقه كده ومضيت عليها. اترفضت في الاول. اترفضت؟ تعالى وقع على اوراق ولقيت في رفض. لقيت في رفض بسبب، بيقول لي ايوه، بيقول لي ان الموارد الماليه غير كافيه لخطه الاقامه المقدمه. عشان الفنادق والحجوزات اللي انت عملتها كانت معديه كشف الحساب اللي انت مقدمه. بالظبط كده. كشف الحساب بتاعك كان بالجنيه ولا كان بالدولار؟
كان من الجنيه المصري. بالجنيه بس بما يعادل الدولار او بالظبط. بما يعادل اللي هو ال 3000 يورو او ال 2000. كان معدي 3000 يورو، ممكن 3500 يورو. 3500 يورو. 135000 جنيه. كان ساعتها كان اليورو ساعتها كان يعني يعمل كده في نفس 135. طب انت عملت ايه بقى لما قال لك انت خدت رفض؟ ما قال لي رفض الاسباب دي لان انت ما عملتش خطه بحث، كنتش عامل خطه. ما كنتش عملت خطه البحث اللي انت قلت لنا عليها. كنت عامل خطه مختصره في 3 سطور. 3 سطور مش موضح فيها بقى كل الكلام ده هتروح فين وتصرف ايه وتجيب الكارت هما كانوا سببين، سبب الموارد الماليه غير كافيه، وسبب تاني لا مقدم الطلب لم يوضح شروط الاقامه. حلو. لا الخطه. طب انت كده خدت رفض، امال انت خدت الفيزا ازاي؟ ما هو قال لي خلال 10 ايام تجيب لنا ورق ما يثبت الكلام ده خلال 10 ايام. بعد ال 10 ايام لو عدوا الطلب كده يبقى يعتبر رفض نهائي. يعني ادوك فتره 10 ايام. 10 ايام لو جبت ما يثبت ان انت عندك ما يثبت الدخل بتاعك اللي انت هتصرف بيه في البرتغال بالظبط كده، يبقى انت كده تمام. وايه الحاجه الثانيه سبب الرفض الثاني قلت لي؟ لما الخطه ما كانتش واضحه، انت مختصرها في 3 سطور وعاوزين خطه واضحه. كتبت له بقى ركزوا مع الكلام ده مهم جدا والله. كتبت له بقى خطه ممكن 3 صفحات على الكمبيوتر بقى. 3 صفحات 3 صفحات على الكمبيوتر. كتبت كل حاجه بالظبط. هتروح فين وتعمل ايه وهتقعد اكل بيه واشرب بيه وهتخش الحمام وهتستحمى. كل حاجه كتبتها بالظبط يعني. ان انا مثلا هنزل في فندق كذا وهدفع في الليله كذا وهاكل واشرب بكذا، بس من غير حجوزات مؤكده، كلام كله. وده كله دي جوابات، ورحت مغير الحجوزات مرخصه. غيرت الحجوزات. بدل ما كانت الطيران والفنادق بقى كانوا ب 140000 خليتهم بحوالي 55000 طيران وفنادق. رجعت بقى حجزت هوستل بدل فنادق. ووضحت الكلام ده. احجزوا هوستل يا جماعه، انتوا صعيدوا تدوروا على شغل، ما تحجزوش فنادق. حلو. يعني نزلتهم من 140000 من 140000 ل 55000 ل 55000 الفنادق مع التذاكر. مع تذاكر الطيران زي بعض. مع كل، وبرضه حجز غير مؤكد. غير مؤكد يعني جاي من على بوكينج والطيران من على كوانتا. الحجز كان من على بوكينج والطيران كان كوانتا. اوكي. طيب عملت الحاجات دي في خلال 10 ايام ولا قبلها؟ خلال بالظبط اسبوع بالظبط كنت مخلص الاوراق دي كلها. ورحت رايح السفاره. بس انت لو معاك ورق داعم بقى عشان الموارد الماليه دي خدت معاك ورق داعم؟ كان معايا مثلا معايا عقد ارض. حلو. باسمك ولا باسم الوالد او الوالده؟ لا باسمي. حلو. في ارض، معاك عربيه، معاك اي حاجه اي حاجه. خلاص انت قدمت الورق كله بقى. انت بتدعم الملف بتاعك. يعني لو عندك ارض باسمك، عندك وديعه في البنك، عندك اي حاجه باسمك، قدمها بقى مع الورق. قدمها في السفاره كورق داعم، ما كانش مطلوب مني. بس هو ما كانش مطلوب، بس انت قلت تقوي موقفك. انت قلت لي حاطط 135000 جنيه. زودت عليهم كام؟ حطيت 245000 غير ال 135 ولا كله؟ انا عملت كشف حساب في بنك تاني غير البنك الاولاني اللي كنت حاطط فيه. ليه حسابين في بنكين. ليه حسابين في بنكين؟ سبت البنك الاولاني ده، حطيت في حساب البنك الثاني، البنك تاني خالص. البنك الثاني بقى اللي قدمته الجديد 245000 كله كان 245 ألف جنيه. كانوا عاملين كام بقى بالمصري وقتها؟ دولار او يورو؟ 4000 مثلا او 5000 يورو ولا حاجه. 5000 حوالي 5 دلوقتي. 5000 يعني في حدود 5000 يورو او 4000 يورو ونص تقريبا. ممكن لان دلوقتي الجنيه طبعا ارتفع. فانت بقى احسبها بقى بالجنيه. يعني انت حاول برضو تخلي فيه ايه 4000. بس هو حصل عنده مشكله. يعني هو جاله رفض وقالوا له الاسباب ايه، صح كده؟ بالظبط كده. وبعد كده انت قالوا لك في 10 ايام انت اثبت لنا الدخل واثبت لنا خطه السفر والبحث. عدلت الكلام دوت وقدمت. طب احكي لنا بقى، قدمت الحاجات دي، قدمت بكشف حساب جديد وبتاع جديد، ورحت واخد الاوراق ورحت رايح على السفاره مقدم لهم الاوراق، خدوها ومشيت. تمام. من على الباب حتى كده من على الموظف بتاع الامن. الموظف بتاع الامن قعدت ورحت مدخل الورق ومشيت. تمام. بعدها بحوالي اسبوعين، لا بشهر بشهر لقيتهم بيتصلوا وقال لك ملفك رافع عليه، عايزين طيران مدفوع. طيران مؤكد مدفوع زي بعض. يعني عرفوا ان اللي انت مقدمه ده. قال لي لا عشان نطبع لك التاشيره. قال لك الموافقه. قال لك جت الموافقه بقى. قال لي جت الموافقه وعاوزين تذاكر مؤكده.
يعني سالوك هتسافر امتى بقى؟ عشان يطبع لي التيكت على التاشيره. التاشيره بتاعت تذاكر الطيران. بالظبط كده. حلو، مش غير فنادق من غير اي حاجه؟ لا الفنادق برضه انا اكدتها وبعتها تاني عشان مع الطيران. مع الطيران تبقى مناسبه. تمام. لا قبل الالغاء دي، بس مش مدفوعه. مش مدفوعه. حلو. الطيران بس اللي انا دفعته ورحت. دفعته بجد بقى؟ قال لي بعته لي على الميل. بعته له مع الميل على السفاره، الطيران مؤكد بريسيت الدفع. حجز طيران مؤكد، بعد ما جات له الموافقه قالوا له احجز طيران مؤكد عشان مدفوع. يعني انت ممكن تطلب منك، بس هو حصل معاه مشكله. لو انت رتبت ورقك ممكن، يعني الاستاذ محمد بيحكي ظروفه وبيحكي قصته، ممكن انت تكون لو انت مقدم الورق صح ومثلا بتشوف الفيديو دوت وهتتجنب الاخطاء اللي هو عملها، يبقى انت كده في الصح وفي السليم، مش هيطلب منك الكلام. سليم من الاول هيتوافق عليك. في ناس كتير خدتها كده، اعرفهم يعني. شهرين و10. وانت بتقول لي كمان قابلت ناس في السفاره سودانيين. في اخواتنا في السودان عشان برضو بيجوا مصر هنا. 2 سودانيين دخلوا خدوها، خدوا التاشيره، وفي سوريين خدوا التاشيره، وسوريين واخواتنا السوريين برضو في مصر خدوا التاشيره بيقول لك. ومصريين كتير خدوا. ومصريين كتير خدوا. ومصريين كتير. اللي الناس بتقول لك مفيش الكلام ده ومفيش بحث على العمل. يا جدعان الفيزا مره ثانيه اهو، خلينا داري وش الراجل. لا يا عم من بعيد، انا مش هجيب وشك اهو اهي، عشان اللي بيشكك برضو في كلامنا، عشان احنا ما بنقولش اي كلام. الفيزا هيت عشان خاطر الراجل ربنا يبارك له ويكرمه ويرزقه الرزق الحلال. ده راجل ابو عيال ونيته صافيه لله وتعب. طيب بعد ما قدمت وحجزت واكدت الحجز وخدت خلاص، بعدك انت كده بعتوا لي ميل ان انا اروح لهم يوم كذا بالساعه كذا استلم الجواز. تستلم الجواز. رحت مضيت على اقرار ايه بقى؟ الاقرار ده قبل ما تستلم الجواز. مضينا على الاقرار والجواز فيه. انت خلاص بعت لهم بقى التذكره وبعت لهم كل حاجه، مستني التاشيره بتاعتك. فهو طلع لي الموظف طلع لي بالجواز في ايده ومعاه ورقه كده، قال لي امضي على الاقرار دوت، وشرح لي ايه في الاقرار. الاقرار ايه بقى؟ الاقرار بيقول ان انت خلال ال4 شهور لقيت شغل تبعت لنا هنا على السفاره وتتصل بينا على الايميل او اسم الشركه اللي انت لقيت فيها شغل او العقد العام. في سفاره مصر؟ في السفاره هنا، السفاره البرتغاليه بتاعت مصر. ابعت لهم وانا هناك. وانت في البرتغال؟ وانا ابعت لهم ان انا لقيت شغل في شركه كذا مثلا. بعد اسبوع، بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3. مديت شهرين هناك لان بعد ال4 شهور خلصوا، ومديت شهرين تعرفنا برضه. تبعت لنا ايميل ان انت مديت شهرين. تبعت لهم ايميل ان انت هتمدد شهرين. مدد شهرين. ده في حاله ان انت لو في خلال ال4 شهور ما لقيتش شغل. بالظبط. وما عرفتش تحصل على عقد عمل. ثالث حاجه بقى في الورقه برضه ان انت تروح لهم السفاره، ولو ما لقيتش خلال ال6 شهور شغل تروح لهم السفاره تسلمهم الجواز هناك او توريهم الجواز ان انت جيت. وما لقيتش شغل وما كسرتش ورجعت تاني. ده الاقرار اللي انت بتوقع عليه. ده الاقرار اللي انت وسلمك الفيزا وخلاص. يسلمك الباسبور وخلاص وتوقع على الاقرار. يعني اقرار فيه 3 حاجات. وبصوره لك وبتاخده معاك الاقرار. وبتاخد صوره منه وهم بياخدوا الاصل. لقيت عقد عمل في شركه هناك بتتصل عليهم برضو وتقول لهم ان انت لقيت عقد، ان انا لقيت عقد وهدخل ورق السيف اللي هو قصدك السيف. في السيف.